معي الأخت أم فهد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا تعبت قبل سنة. أنت إيش؟ تعبت قبل سنة. أيوة تعبتي من يعني سنة. عين. طيب. وتعبت يا شيخ لحد الآن أعاني منها. ما ترين بأس إن شاء الله يا أم فهد. تفضلي، وش الأعراض اللي عندك أم فهد؟ أعراض عندي خوف شديدة. أيوة. وبرودة في جسمي. أيوة. ولا أقدر أصلي أوسوس، والقرآن ما أقدر أقرأ أصلا. أيوة. الوسوسة عندك وش طبيعة الوسوسة أم فهد؟ أي شيء. يعني توسوسين في عدد الركعات في كذا؟ أيوة، فقط. أحيانا أنسى كم أحط ركعات، يعني أحيانا يكون عندي نسيان بالمرة، أنسى أي شيء. طيب ووقت الرقية يا أم فهد إيش تشعرين؟ أما لا، حسيت بالرقية أتعب. أي مع الرقية خصوصا إذا سمعت الشيخ خلاص أتعب كثير يا شيخ لحد الآن. أيوة. وأنت تروحين تقرين عند الشيخ؟ أحيانا لا. وأحيانا نحاول إني أقرأ بالبيت بس ما أقدر، ما أستطيع مرة. القرآن ما أشوف، أخذ سطرين خلاص. أوقات إيش؟ عفوا. أقرأ أحيانا أروح للشيخ وأحيانا لا أقرأ في البيت، بس ما أشوف كثير. اي لكن انت تقدرين تقرين يا ام فهد في البيت؟ أقدر يعني بس مو كثير يا شيخ والله. أحيانا أشوف خلاص أحصل لي بصداع، أحس عيوني توجعني، ما أشوف القرآن مرة. طيب أنت ايش تشعرين؟ دائما مركز زي رجولي. ام ندى الآن تشعرين ام فهد عفوا، تشعرين بشيء الآن أنت؟ أيوه. ايش تحسين، ضيق ولا ايش؟ أحس بضيق، أحس إنه بيغمى علي. هذا من قبل بعد ما اتصلتي الآن ولا من قبل معك؟ لا، أول ما سمعت صوتك على طول. هذا بس كنت تتابعين برنامج ام فهد من قبل حلقات سابقة؟ أيوه. ويجي عندك التعب هذا؟ يزيد التعب عندي ويزيد الخوف. ايوه ان شاء الله ما يكون الخير ام فهد، ما يكون. طبعا ايام رمضان مفترض هذه الايام تكون انت فيها قويه وتكثرين من قراءه القران وتكثرين من العباده والذهاب للمسجد. تروحين المسجد ام فهد، ما عندك مشكله تدخلين؟ اروح المسجد بس المساجد بعيده، انا اضطر اني اجلس في البيت، بس المساجد ثاني ما. لكن اذا رحت المسجد تشعرين براحه، تشعرين بتعب شديد او راحه؟ احس اني مرتاحه. ايوه. طيب ام فهد اقراي الفاتحه اسمعها منك الله يحفظك. تفضلي يا ام فهد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا منعول يا كلب. يا ام فهد تعوذي من الشيطان. والله جيت عليك اني امتع لي حيتك عندك. ام فهد كلميني، اتركي عنك الخبيث هذا، الخسيس سيندحر باذن الله عز وجل. ام فهد. خبيث في عينك. الله المستعان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه. ام فهد اقول لك انطم. اخسى عدو الشيخ عبد الرحمن تقدرين. اخسى عدو الله، اخسى عدو الله، سيدمرك كتاب الله وايات الله عز وجل. القران العظيم لو انزل على جبل. المرة الثانية اقتله، يعني المرة الثالثة هي نهايته على يدي الكلب المنعول. الله المستعان، نستغفر الله نستغفر الله ونتوب اليه. ام فهد اقول لك انطم ولا ام فهد كلميني. ام فهد بارك الله فيك، تكلمي معي. انا بدخل فيها ومستحيل اطلع، طلعني مرتين وهذه الثالثه مستحيل اتنازل اطلع منها مهما كان، اموت معها وما تنموت. ما تتقي الله عز وجل، اما تخشى ان هذا ظلم؟ ما تعرف ان هذا ظلم؟ ما تعرف ان الله عز وجل بالمرصاد؟ ما تعرف ان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعل بين عباده محرم؟ لا تفكر انك بعيد في الرياضه انك تنجح. قريب تسمع بوفاته ولا بحدا اطفاله ميت. الله المستعان. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. تستمر ان شاء الله ام فهد على آية الكرسي باذن الله عز وجل، ستكون صاعقة وتدمر كل عوارض خبيثة في جسدها، كل العوارض الخبيثة بإذن الله عز وجل تدمر بقوة إيمانك. أم فهد. لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. أم فهد الله يحفظك ويشفيك، ما ترين بأس إن شاء الله تعالى. اللهم اسمع منك. أم فهد أنت كنت تشعرين بنفسك قبل قليل؟ لا يا شيخ. تذكرين الكلام اللي بدر منك قبل قليل أم فهد؟ لا. ما كنت تشعرين بنفسك إطلاقا؟ لا. ما ترين بأس الله يحفظك، لكن ثقي أم فهد، العارض الخبيث اللي معك هو ضعيف جدا، سيندحر بأمر الله عز وجل. طالما أنه بهذه السهولة يحضر عليك ويتعب، هذا يدل على ضعفه بإذن الله عز وجل. وهذا يدل أم فهد يدل على أنك أقوى منه، وقادرة على التأثير. بتستمرين فقط على آية الكرسي وعلى المعوذات وعلى آيات المس وعلى يعني تطويل السجود أثناء الصلاة، وبإذن الله عز وجل سيندحر هذا الخبيث، سيخرج مع الخبث
مع الرجس بإذن الله عز وجل. أم فهد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم فهد، تشعرين باستفراغ الآن؟ ايوه. ها؟ ايوه. طيب بتشربين الماء المرقي باستمرار؟ ايوه. ما مستعان. طيب اقرأي أم فهد، اقرأي، خليني أسمعك أم فهد. اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجوك يا شيخ ما أستطيع، ارجوك. حاول لو الكرسي، فقط الكرسي أم فهد. اقرأي الكرسي أم فهد. اقرأي سترين الأثر. والآن بعد ما تخلصين الآن أو تقفلين السماعة اشربي ماء مرقي 5 كاسات أو 6 كاسات دفعة واحدة، وخذي معها عسل وزيت زيتون يا أم فهد، وبإذن الله سوف ترين خير عظيم بإذن الله. يلا اقرأي أم فهد، اسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، يلا. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أحسنتي، ما شاء الله، جميل. لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة. لا تأخذه سنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة. له ما في السماوات وما في الأرض. جميل. له ما في السماوات والأرض. أيوة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما شاء الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. أي جميل. ولا يحيطون بشيء. ولا يحيطون بشيء من علمه. أيوة جميل. الذي ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. أحسنتي. ولا يؤوده حفظهما. أحسنتي، ما شاء الله، ما شاء الله. ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. أحسنتي، ما شاء الله، ما شاء الله. شفت إنك قوية أم فهد، شفت إنك قادرة بإذن الله عز وجل. يلا اقرأي قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قولي قال اخرج منها مذءوما مدحورا. يلا أم فهد. أم فهد قولي قال اخرج منها. ها؟ قال اخرج منها، قولي معي أم فهد. أم فهد. أيوة. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما مدحورا. مذءوما مدحورا. يلا أم فهد، أم فهد استني بالله. يطرد فيها وانا لها 9 سنوات وانا اطرد وراها. يلا أم فهد. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قولي معي أم فهد. كلب. قولي يلا يا أم فهد. قال اخرج منها. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لا اله الا الله يا ربي ارحمني اخلاص. ما شاء الله أم فهد، ما شاء الله عليك. سيرحمك بإذن الله عز وجل ما دمت بقلب صادق وبيقين بأن الشفاء من الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت عارف أم فهد الله عز وجل في لحظة يعني هذا الشيطان يتدمر بأمره عز وجل إذا أراد لك هذا، وسيكون بإذن الله عز وجل. لكن هذا ابتلاء أنت مأجورة عليه، أنت مأجورة عليه على احتسابك الأجر وعلى صبرك وثباتك. تذكرين يعني قصة المرأة اللي كانت تتكشف وتصرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبري ولك الجنة. وأنت بإذن الله تصبرين ولك الفرج ولك الجنة بإذن الله عز وجل. لك الفرج في الدنيا ولك إن شاء الله تعالى الجنة في الآخرة. يا فهد يا شيخ طيب يمكن حوالي 4 سنوات و5 سنوات وأنا أعاني من التعب. لا سيخرج منك، سيزول أم فهد، لكن ربما كان هذا ثغرة في حياتك في فترة سبقت، تقصيرك في التحصيل أو شيء، لكن الآن أنت تحرصين على نفسك وسيزول بإذن الله. في أي مدينة أنت أم فهد؟ في مدينة الباحة. في الباحة. طيب ايوه جميل. وأنت الفترة هذه يعني حريصة على نفسك وحريصة على التحصيل، يعني حضورك للمجالس كلها مجالس طيبة وما عندك إن شاء الله تقصير. الحمد لله. ايوه الحمد لله. طيب وكيف أنت في السجود يا أم فهد؟ إذا سجدتي وطولتي في السجود كيف تشعرين؟ يجيني صداع على طول. لابد تطولين في السجود أم فهد. أعظم ما يؤذي هذا الخبيث السجود، التذلل لله عز وجل، العبودية، تحقيق العبودية لله عز وجل. الشياطين هدفهم الإغواء والصد، وهم بطبيعتهم متمردون. أنت بإذن الله إذا حققت في داخلك العبادة ونميتي هذا الشعور في داخلك من خلال الصلوات والأذكار، لكن السجود أعظم ما يعني يكسر حدة الشيطان ويكبته بإذن الله عز وجل. أدعو الله. أنا طولت في السجود يجيني صداع على طول في راسي. لا استمري يا أم فهد، استمري. هذا قد يكون المرة الأولى والثانية والثالثة فترة، ثم بعد ذلك بتشوفين أن السجود يعني سيكون هو راحة لك بإذن الله عز وجل. والله يا شيخ اني امتنعت، ما عاد اقدر اروح للشيوخ، امتنعت مره ما عاد اقدر. لا يعني لما اشوف ضارب يقول زوجي ما تشوفين متضاربين، صعب هذا. الله المستعان، الله المستعان. لكن على كل حال انت اقراي في البيت ويقرا عليك زوجك، يقرا عليك زوجك، ياخذ الايات سواء من القناه او من بعض الكتيبات اللي موجوده في السوق، ويقرا عليك ايات الحسد وايات المس، وباذن الله عز وجل تشوفين خير عظيم باذن الله. ان شاء الله. طيب أم فهد خلي رقمك مع الكنترول وان شاء الله يتواصلون معك هم ببعض الاشياء اللي تفيدك باذن الله. ان شاء الله.